صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. لكل اللي عم يسمعونا مساء الخير، يسعد مساكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا للي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفتي بالاستوديو الدكتورة أريج إسماعيل أحمد، اختصاصية بأمراض الداخلية العامة. اسمحوا لنا رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. يسعد مساكي دكتورة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا أي سؤال يخطر على بالكم، فيكن تتصلوا بالرقم الأرضي 429 101 أو برسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. يلي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، عبر أي كومنت فيكن تنضموا لنا وتشاركونا بآرائكم أو أسئلتكم. رح نكون مسرورين جدا بانضمامكم لنا. مستمعينا، حابب أشكر زملائي بالكنترول شيرين ومروان. رح نبدأ لقائنا، وموضوعنا لليوم اللي هو اخترناه هو فقر الدم، أيضا من الأمراض الشائعة. يا ترى شو هو فقر الدم، شو أنواعه، شو أسبابه، آلية الحدوث والعلاج، وكثير من الأسئلة رح نطرحها على الدكتورة. لكن بالبداية الدكتورة أريج رح تشرح لنا كبداية شو هو فقر الدم كتعريف. مساء الخير. هلا فقر الدم مشكلة دموية شائعة. سببها الأساسي هو نقص بتعداد الكريات الحمر بالدم، أو نقص بتركيز الخضاب الموجود داخل الكريات الحمر. طبعا مسؤول شغل، يعني مهمة هالخضاب أنه ياخذ الأكسجين من الرئة وياخذها لباقي أنسجة الجسم. فبالتالي لما يصير في عندي نقص بهذا الخضاب رح يصير في عندي، فينا نقول، خلل بكل أعضاء الجسم. هلا هو انواع فقر الدم انواعه كثيره بصراحه، بس والاسباب وهيك حنحاول نختصرها اليوم بشكل عام نحكي عنها. اذا هذا هو كان تعريف مبسط لفقر الدم، يعني آلية عمله، آلية الدم، انه شو وظيفة الدم، ولما بتكون في فقر دم فهذا هو. دكتور، هلا لو نتطرق لموضوع انواعه، بنسمع احيانا انه في له انواع. الطبيب الفلاني حكى للمريض انه انت معك مثلا فقر الدم المنجلي، فقر الدم الكذاني. شو هن الانواع لو تحكي لنا؟ انواعه كثيره بصراحه، بس في شيء شائع طبعا وفي شيء قليل الحدوث. نعم. في عندك اشياء فقر الدم عوز حديد، هذا اكثر شيء نصادفه عنا بالعيادات. فقر الدم عوز حديد. في فقر الدم بسبب عوز الفيتامين، فيتامين B9 وB12. في عنا فقر دم مرافق للأمراض المزمنة، أي مرض التهابي بالجسم بشكل مزمن ممكن يعمل لي فقر دم. في عنا فقر دم بسبب ممكن انتهي للنزوف، ممكن نزف غزير حاليا عند المريض، أو ممكن نزف مزمن. ممكن كمان فقر الدم يصير بسبب أمراض وراثية مثل ما حكيت، منجلي، تلاسيميا. هي بشكل عام. تمام دكتورة. هدول دكتورة بيصيبوا الأطفال والكبار ولا بس فئات معينة مثلا؟ لا، بيصيب الكل يعني، بس يمكن في منه ما يظهر، يعني الأمراض خلينا نقول وراثية يمكن ما تظهر بعمر باكر، تظهر بعمر الشباب. تماما.
وفي أمراض تظهر يعني حسب مع تقدم العمر عند الشباب، مثلا عوز حديد. نعم. كمان عند الكهول ممكن نشوف عوز حديد بسبب النزوف. تماما. ممكن مثلا بسبب النزوف، سواء كانت مثلا بعد الولادات او بعد العمليات الجراحيه، هاي كمان تندرج تحت يعني هلا هو يعتبر فقر دم، انه مصدر النزف، مصدر نزفي واضح يعتبر هذا. بس في عندك فقر دم بسبب نزوف كمان مثل ما حكينا، بس نزوف تكون مزمنه يعني غير ظاهره للمريض، فيمكن ما يحس فيها. فهي ممكن صدفه يعني يكتشف، يعمل تحليل CBC ويشوف انه عنده الخضاب نازل. فهون يجي دور الطبيب انه يعرف سبب او مصدر هذا النزف اللي ممكن يكون مشكله بالسبيل الهضمي. تماما. دكتور أريج، هلا آلية حدوث فقر الدم وأسبابه، يا ترى أي حدا هلا عم يسمعنا، يا ترى ليش عم يصير فقر الدم؟ هلا آلية الحدوث ممكن في عندي نقص بتكوين كريات الحمر، يعني منشأة من نقي العظم من المصنع، أو ممكن في عندي شيء بالجسم عم يخرب لي هالكريات الحمر. يعني ممكن شيء مرض مناعي عند المريض، ممكن المريض أخذ دواء، حتى الدواء ممكن يعمل لي انحلال للدم. ممكن المريض ناقل دم وبسبب نقل الدم صار في عنده انحلال. هي إذا قلنا بسبب تخرب الكريات الحمر بالمحيط، أو ممكن مثل ما حكينا بسبب مصدر نزفي، مثلا نزف هضمي، نزف بسبب الدورة الشهرية. نعم. إذن هدول من الأسباب الصريحة. هاي خلينا نقول الآليات. أيوة. الأسباب كثيرة يعني. هلا ممكن تكون أسباب مناعية، ممكن تكون أسباب وراثية، ممكن تكون أدوية، ممكن تكون إنتانات. صح. ممكن تكون مثلا نقص وارد، يعني المريض عم يتبع حمية بس إنه مريض نباتي ما يأكل لحم أبدا، فكمان معرض لفقر الدم بعوز B12. ممكن مشاكل هضمية، ممكن تكاثر جرثومي داخل الأمعاء يعمل لي فقر دم. ممكن نزف هضمي، قرحات بالمعدة، أدواء أمعاء التهابية كمان تعمل لي فقر دم. مثلا البواسير الشرجية كمان دكتورة، كمان يعني البواسير والشقوق الشرجية ممكن تعمل نزف السفلي مثلا كمان، هيك ما هي دكتورة؟ أيوة صح مزبوط. إذا هدول يعني أشيع أسباب الصريحة يعني الواضحة. أكثر شيء بنشوفه تمام بالعيان. وفي يعني في شغلات خفية دكتورة مثلا تكون مثل ما ذكرتي هلا يندرج تحت الأمراض المناعية. مثلا مريض معه فقر دم وعم يسوي دراسة وما في شيء واضح، يعني ممكن يكون في هيك شيء كمان حالات يعني. ممكن طبعا، بس هي بدها دراسة. يعني مثلا عملته تحليل CBC لحاله ما هو كافي أنا أشخص هذا المريض عنده مشكلة مناعية. بدي أعرف هل هو فقر دم بس ناقص الخضاب لحاله، هل هو مرافق لنقص الكريات البيض، في نقص صفيحات مرافق. ممكن ألجأ للتحاليل غير التحاليل الاعتيادية، ممكن أرجع لبذل نقي أو خزعة نقي. ممكن أطلب تحاليل أضداد بالدم. أيضا هاي بدها دراسة وأغلب الحالات بصراحة تكون مجهولة، يعني هنعمل استقصاءاتنا تماما. هي أكيد رح نتطرق لموضوع الاستقصاءات كمان. لكن حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو دكتورة أريج إسماعيل أحمد، اختصاصية بأمراض الداخلية العامة. عم نحكي اليوم عن موضوع فقر الدم. يا ترى شو هو أسبابه، شو الأعراض اللي عم تظهر على المريض اللي معه فقر دم. هلأ وصلنا لهالمحور هذا. يا ترى كيف هلأ في ناس بيجهلوا انه مثلا طبعا ما يكون عندهم ثقافة طبية، ولكن ممكن يكون احيانا الواحد يعني شيء عم يظهر عليه على الشخص المصاب او المريض. الاعراض اللي عم تظهر على مريض فقر الدم دكتورة، سواء كنتوا اطباء او الناس عامة الناس، لحتى يستفيدوا من لقائنا، لحتى اي حدا يعرف عنده هالحالة هاي يروح يلجأ للطبيب. هلا مثل ما حكينا فقر الدم انه يعني مشكلة ممكن تظهر على كل اعضاء الجسم. الأعراض بشكل عام فينا نقول أعراض عامة، يعني ممكن يجي المريض أكتر شيء يشكي من تعب، يعني إنه والله كان قبل إنه يتحرك ويطلع ويمشي وكذا، هلا لا صار في عنده تعب أو خمول ما عاد فينه يتحرك أو يشتغل الشغل اللي كان يعمله مسبقا. ممكن يشكي من دوخة أو إنه دوار، أول ما يوقف مثلا يصير في عنده دوخة. شحوب مثلا، ممكن صداع، ممكن زلة تنفسية، يعني يضيق نفسه، يطلع أدراج ما يقدر يطلع أدراج. غثيان مثلا،
غثيان ممكن ممكن تسرع بالنبض، ممكن مثل ما يسموه ياكل شغلات غير الطبيعي، مثلا يسموه جهوة الطين. هي عند المرضى اللي عندهم فقر دم عوز حديد يصير ياكل شغلات مثلا حديد، صابون، خاصة تصير عند الحامل هي أكثر الشيء. والأطفال أيضا اللي ياكلوا من التراب كمان، ناس اللي بيلعبوا يكون عنده يعني يكون بسبب ممكن حتى مثلا نقص ب9 وب12 ممكن يعملوا لي اعتلال أعصاب أيضا. هي أعراض عامة فينا نقول. تمام دكتور، هلا بتلاقي مرات مثلا مرافق لمريض عم يزور الطبيب لا يشوف ويكشف عليه أحيانا، ففي شغلات الأطباء يعني بيكشفوها بالعين، يعني بالعيان واضح. بتلاقي مريض عنده شحوب، اصفرار بالفحص السريري. هل عندكم شيء مثلا مجرد تشوفوا المريض تماما قوام المريض او الشيء الظاهر على المريض، في شيء علامات يعني بتوضح للحاله؟ اكيد. اول ما يفوت المريض على العياده لازم هيك واحد نطلع فيه من فوق لتحت. ممكن تشوف الشحوب مثل ما حكيت، اصفرار، المريض مدنف يعني عم يمشي وعم يسحب حاله سحب ترنح يعني. ممكن مثلا اذا في مشكله دمويه طبعا غير نقص الخضاب، مثلا نقص فحم، ممكن يصير عنده كدمات بالجسم ايضا. هي اكثر شيء بصراحه. او مثلا اذا في نزف، مصدر نزفي واضح قدامي، ممكن هي الشغلات اللي فيني اكشفها بالفحص تماما. هاي بالاعراض المرافقه لفقر الدم. اكيد. دكتورة، انه حكينا عن الاعراض انه اللي عم تظهر على المريض، ولكن دكتورة كيف بتشخصوا مخبريا وبتوصلوا للنتيجة النهائية للاجراءات التشخيصية اللي عم تتبعوها كأطباء لتوصلوا لتشخيص؟ هلا بداية الأعراض ممكن تساعد، وما حكينا الفحص. أيوة القصة المرضية، إنه هل في أمراض وراثية بالعائلة أو أمراض دموية بالعائلة، هل في عند المريض أعراض، يعني إنه أكثر شيء من أي أعراض عم يشكي. مثلا فرضا نقول الفتيات البنات يعني بسن البلوغ وهيك، هل في غزارة دورة طماسية؟ هل في أعراض عامة ما حكينا، صداع، اكتئاب، مشاكل بالدورة. هي بشكل عام القصة اللي ممكن تواجه. وعند الذكور مثلا، أو عند الذكور أعراض اللي ممكن توجهنا إذا في عم يخلي مثلا في إقياء مدمى، في نزف مع الخروج، أو في تغير بلون الخروج، صاير إغمقاق بلون الخروج. أيوة خروج زفتي. هي شغلات توجهنا. طبعا عند الشباب هذا الشيء، إن الفتيات خلينا نقول فورا ما نشك بشيء خبيث، نشك بعوز حديد يعني مفسر بسبب الدورة. أما عند الكبار بالعمر هون فورا نشك بشيء إنه خباث، نحط ببالنا أول احتمال وجود ورم بجهاز الهضم مثلا يعني. هي بالنسبة للأعراض. والفحص ما كتير فينا بصراحة يعني يساعدنا الفحص السريري، بس لابد منه. الاستقصاءات ممكن تعداد الدم الكامل، يعني بدي أشوف تعداد الكريات الحمر والبيض والصفيحات بالدم. هل أنا عندي بس نقص بالخضاب، ولا في نقص خضاب مرافق لنقص بالكريات البيض أو نقص بالصفيحات؟ بدي أعمل إجراءات تانية. مثلا أنا توجهت بتحليل الخضاب، في عندي فقر دم، ممكن أطلب حديد، بدي أعاير الحديد، أعاير مخازن الحديد. ممكن أعاير ب9 وب12. ممكن مثلا مثل التلاسيم الموجة ممكن أطلب رحلان خضاب. ممكن بعض الأمراض اللي يكون في عندي مشكلة بالنقي ممكن أطلب لطاخ الدم، أو لطاخ الدم صراحة بتنطلب أكتر من مشكلة دموية، مو شرط بالمشاكل النقي، بس مشاكل النقي ممكن أطلب بزل نقي أو خزعة نقي. هي الاستقصاءات. ممكن كمان إذا في عندي شاكة بنزف هضمي ممكن أطلب تنظير هضمي علوي أو سفلي. هي من الاستقصاءات اللي كمان نعملها بحال فقر الدم غير مفسر. هي إذا الخضاب والهيماتوكريت وهالأمور هاي اللي مثل ما ذكرتيها، هاي الإجراءات بتوجهكم لنوع معين من يعني مثل ما يقولوا الحالة أو المرض. دكتورة، حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا، أنتم عم تسمعوا هلأ إذاعة بوير FM على الموجة 103.5. طبعا فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. الأرقام ظاهرة على الشاشة. عبر الواتساب 093 82 80
81 4 عبر رسالة عبر الواتساب، وإذا حابين تكتبوا عبر كومنت السؤال اللي بيخطر على بالكم أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. دكتورة أريج، اختصاصية داخلية عامة، عم نحكي اليوم عن موضوع فقر الدم. وصلنا لموضوع بعد التشخيص أكيد الطبيب يلجأ للعلاج. العلاج كيف بكون بهالحالات؟ كل شيء يهم المريض يعني ما يهم تماما. التشخيص ولا ياخذ الدواء ويمشي بس بده زبدة الموضوع طبعا. هلا العلاج باعتبار في كتير انواع على فقر الدم، فالعلاج وعلاج سبب. انا بدي اول شيء اتوجه ايش هو السبب اللي عمل لي فقر الدم، وبعدين بدي اعالج حسب اكيد يختلف من مرض لمرض. هلا قلنا اكثر شيء عوز حديد عند البنات او عند النساء اللي عندنا الدورة الشهرية. فمجرد ما أشوف أنا أعاير الخضاب وأشوفه نازل وأعمل مخازن حديد وأشوف إنه هي نازلة بدي أبلش علاج. كمان ممكن أطلب استشارة نسائية لأشوف هل في مشاكل. طب إيكو مثلا ممكن تعمل لي إيكو نسائي لنشوف إذا في مشاكل عملت لي هل غزارة الطمس. وبعدها أعالج مريضتي، أعوض حديد. ممكن نستمر العلاج 3 شهور ل6 شهور حسب، ممكن أعالج حديد فموي أو حديد وريدي حسب الاستطباب. هي بالنسبة خلينا نقول للنساء. بالنسبة للذكور إذا في عندي فقر دم بعوز الحديد لازم أبحث عن سبب عمل لي هذا عوز الحديد. ممكن ألجأ للتناظير مثل ما حكينا، تنظير هضمي علوي أو سفلي. إذا شفنا قرحة ممكن أعالج القرحة. إذا شفنا في مثلا تكاثر جرثومي ممكن أعالج الجراثيم اللي عملت لي هالمشكلة. يعني. ممكن ياخذ أدوية التهاب المريض. ممكن يكون ورم. هون طبعا نفوت بقصة طويلة، بدنا نحدد المرحلة وبدنا نحوله على الأورام. ممكن إذا كان السبب عوز B9 أو B12. هلا الأسباب B9 ممكن نشوفها عند أكتر شيء عند الكحوليين. صح. أو ممكن اللي عند النقص وارد عند الحوامل، عند المرضعات، الشخص تغذيته سيئة ممكن عنده نقص فيتامين B9. فهون أعالج يعني إبر B9. بالنسبة للفيتامين B12 كمان ممكن نشوفه. حكينا عند النباتيين اللي ما ياكل لحمة أبدا طبعا. صح. هو الموجود بس باللحوم وبالأسماك. فالشخص النباتي رح يكون عنده عوز B12. فهون كمان بدي أعالج فيتامين B12 لمدة ممكن تستمر لسنة، مستمر فترة العلاج، وممكن تضر مدى الحياة. إذا كان في عنده مثلا سوء امتصاص عمل له هالعوز. ممكن إذا كانت مشاكل مثل التلاسيميا والمنجري، ممكن التلاسيميا رح يحتاج نقل دم متكرر. للأسف هذا مرض يعني مزمن مدى الحياة يعني. طبعا هي كمان لها درجات للتلاسيميا، يعني يمكن تكون خفيفة، يمكن تكون متوسطة، ممكن تكون شديدة. أكيد. الخفيفة ممكن ما يحتاج كتير يفوت المشفى المريض، بس يعني أعراضه فقر دم وأعراض مزمنة. نعم. بينما مثلا يكون من درجة متوسطة أو شديدة، هون راح يحتاج لدخول المشفى بشكل متكرر. صح. ونقل الدم بشكل متكرر. طبعا اختلاطات نقل الدم اللي هي الإنتانات المتكررة وهي فرط حمل الحديد، فيحتاج لعلاج مرافق لنقل الدم. يعني ممكن أعطي أنا شيء خالبات للحديد لأنه يصير في عنده مخازن الحديد عالية. نعم. ممكن كمان يكون في أحد خطوات العلاج زرع النقي عند هالمرضى. حتى المرضى اللي يشكوا من فقر دم بسبب تليف نقي كمان ممكن يكون العلاج الوحيد هو زرع نقي. هي بشكل عام. دكتورة مرات بنسمع إنه الشخص الفلاني نقلوا له صفيحات دم. شو هاي لو تشرحي لنا؟ هلا الصفيحات ممكن يكون نقصها بسبب ممكن تصير عند مرضى الأورام أكتر شيء شائع. بعد العلاج الكيماوي يصير هو بعيد عن موضوعنا، ما هيك دكتورة؟ نحكي عنه كم كلمة. ممكن يكون مرافق لنقص الخضاب. أيوة. بآلية مناعية. فهون قد ما نقلنا صفيحات المريض ما رح يفيد، لأنه في عنده أضداد بالدم عم تهاجم هاي الصفيحات وعملت يعني كل ما نقلته رح ترجع هالصفيحات تتخرب. فالعلاج ما نو بنقل الصفيحات بهالحالة. ممكن يفيد بحالات مرضى الأورام لما يكون في عنده عم أعطيه علاج أنا كيماوي، هون رح تخرب الخلايا السليمة والخبيثة يعني. تماما. الصفيحات رح تحطم هون، فهون ممكن يكون استضباب لنقل الصفيحات. تماما. إذن هاي كانت الحالات العلاج بشكل عام يعني دكتورة. التعويض كيف بيكون؟ مثلا بيكون عبر حبيبات مثلا، أدوية، إبر معينة،
مثلا نظام غذائي معين، كيف بتنصحوا مريضكم أو العلاج الوصفي؟ هلا النظام الغذائي فينا نقول يفيد بالوقاية أكثر من العلاج. هلا كعلاج حكينا بفقر الدم بنعالج في حبوب وفي إبر، يعني أغلب المرضى ما يحبوا الحب لأنه فترة العلاج طويلة. نعم. يفضلوا دائما إنه إبر، أنا كم إبر بدي أخلص إنه أخذن يعني وأخلص. هي أقصر هي فترتها دكتورة؟ هلا هي فترة العلاج أقصر، بس نفس آلية الخطة، نفس النتائج، خلينا نقول نفس النتائج. إذا عالجته أنا بالحب الفموي يمكن شوي تعبى عفوا شوي يرتفع الخضاب بعدين تعبى المخازن. نعم. أما بالإبر بالعكس، فأغلب المرضى يجوا إنه إحنا الحبوب عم يعملوا أعراض هضمية مزعجة يعني. فبهالحالة يكون استطباب لأنا أحول المريض على الإبر. تمام. أما غير هيك يفضل العلاج الفموي أفضل دائما يعني، وأأمن وما بيسوي لبك للمريض يعني. ايه، وكمان الحديد يعني يخوف يعمل تحسس الوريدي، شوي نخاف منه كمان. أكيد. هلا بالنسبة كوقاية خلينا نقول، هلا الأغذية فينا بهالشغل اللي في ممكن الوقاية منها طبعا ممكن أنواع فقر الدم. بعوز ب12 أو ب9 يكون في نقص بالوارد الغذائي. ممكن بعض أنماط الأطعمة ب12 مثلا قلنا موجود بس باللحوم والأسماك والبيض والكبدة السوداء يعني. أيوة. معروف اسمها عنا. فهي ممكن في الوقاية من نقص ب12، نقص ب9، والحديد أكتر شيء موجود بالبندورة بالسبانخ معروف يعني. حلو كتير. بشكل عام الخضروات الخضراء موجود الحديد. بروكلي حلو كمان بالسوداء موجود. بالبيض المكسرات البقوليات، والبيض 9 تقريبا كمان موجود بنفس الأطعمة اللي متواجد فيها الحديد. يعني نباتات يعني كل أغذية متنوعة، خضروات ولحوم. هاي بتصحوا مرضاكم للي عندهم فقر دم، وحتى للأصحاء كمان زي ما هي الوقاية. هي جرعات اليومية يعني وقائية يعني. بجرعات معينة دكتورة لو تحكي لنا مثلا بكميات مثلا محددة. هلا المستمع بده يحط الكيس الموالح عنده ويضل ياكله، فإذا في نسبة ممكن يضر معي دكتورة. كمشة مكسرات مو كيلو مثلا مثلا حصة يومية مثلا معينة. المقادير هي بصراحة المقادير هي مثلا فينا نقول مقدار نص كوب أو كوب. بدنا نحكي عن المكسرات مثلا. المكسرات أكيد كمشة فقط لا غير. والخضروات الخضراء اللي ذكرتيها نقول صحن سلطة. حلو كتير. للي يعني مثلا هاي وقاية دكتورة، ما إنه للمريض. لا كعلاج ما تفيد أكيد. بدنا علاج وريدي أو إبر عضلية هي إذا بده في عنده نقص مفسر وصريح واضح يعني وصريح والسبب معرف يعني. تمام دكتورة. رح طبعا هن كانوا نصائح، بس رح يعني نختم لقائنا. التغذية السليمة دكتورة كيف بتكون، سواء كان عند المريض الصحيح واللي يعني الشخص السليم، والمريض اللي من شوي حكينا عنه انه خلص هذا ما عنده امل انه يتمم متممات غذائية غير العلاج الدوائي سواء كان الوريدي او الفموي. نختم لقائنا بجملة صغيرة من عندك، نصائح نعيد نكررها للي ذكرتيهم لمستمعينا. أنا رح أترك المايك للدكتورة، هي رح تنصحكم الأغذية السليمة سواء كان للأصحاء وللمرضى كمان. للأصحاء تغذية شاملة. يعني قلنا خضروات، فواكه، اللحوم، تكون الغذاء متنوع ما اعتمد على غذائي ولا حمرا وبيض ممكن شو وسمك ايش ما يصح لنا. التغذية المتنوعة ممكن لما يواجه المريض أعراض، يعني في شيء ما مفسر عنده الصداع المتكرر، الدوخة، أشياء الدوخة طبعا، إنه نعمل تحاليل روتينية. مو غلط فورا يراجع الطبيب. مو غلط نعمل تحاليل روتينية كل فترة. في عرض ظهر ما مفسر عنده. مثل ما حكينا الأمراض الهضمية ممكن ما تبين لي أعراض صريحة. ممكن يكون في تبدل بعادات الخروج، ممكن نشوف دم بالخروج. هون يفضل مراجعة الطبيب. مثلا ممكن عالم تطنش إنه يلا خلص مرة مرتين إنه شفنا دم بالخروج عادي، لا هو ما هو شيء عادي. لازم يفضل مراجعة الطبيب للإطمئنان.
هي ألف شكر لكم دكتورة أريج إسماعيل أحمد، اختصاصية بأمراض الداخلية العامة، على اللقاء الحلو والجميل والحضور الجميل والمعلومات القيمة. ألف شكر لك. شكرا لكم كمان. شكرا لحسن المتابعة والاستماع مشاهدينا ومستمعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. شكر لزملائي بالكنترول شيرين ومروان، اتضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.